عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أستاذ سعد؟ حياك الله معاذ. طيب يا طيب. يا هلا وسهلا. كيف حال الشيخ؟ إن شاء الله طيب إن شاء الله. خير، الله يجعلك بخير. الله يخليك. في الآونة الأخيرة تيجي رسائل على الإيميل وعلى الجوال على إنه يرسلوا رسائل فيها أدعية وهذا، ويقولوا أمانة في رقبتك اليوم القيامة إنك ترسلها على 10 أشخاص عندك يعني. نعم. فأقول لهم يعني مين أنتوا عشان تقول تحطوه في ذمتي يعني. جميل. فنصحتهم كذا مرة يعني برضه بيرسلون يعني زي كذا. فما حكم عندك هذا؟ واضح معاذ. طيب ارجع لمعاذ. طبعا أدعية يقول أمانة أن ترسلها 10. طبعا والله جميل يعني من أول السنة احنا نبهنا، من أول رمضان نبهنا على أمس استلمت رسالتين على هذا الخصوص. يعني هذا كثير جدا، والغريب أن معظم الأدعية هذه مكذوبة، ولذلك أقول لا ترسل شيء. أي أحد تأتي مثل هذه الرسائل يجب أن توقف عندك، استخدم يعني ديليت إذا جاك أي رسالة، إلا إذا كانت الرسالة معروفة يعني مثلا من مصدر معروف، لأن بعض الرسائل قد يكون مثلا يذكر المصدر والكتاب وأنت تعرف أيضا من أين جاءت هذه الرسالة من مصدر معتمد. أما تداول رسائل أدعية خاصة الأدعية الطويلة في الغالب أنها مكذوبة ليس لها أصل يعني.